مين هيكون خليفة سيدنا ده أمر هيكتبه الزمن. سيبك لخلوتك يا مولاي، لكن هخلي عيني عليك بعد إذنك طبعا. لو مولاي الهادي بيقرا النجوم والسماء، الأفضل إنه يقف في نفس المكان اللي بيقف فيه سيدنا، مكان عالي. سيدنا، أنا طلبت الهادي. مش عارف أقول إيه. مولاي الهادي ماله؟ فوق سطح القلعة كان واقف مبتسم بشكل عجيب، وشه منور كأنه البدر. جيت أقرب منه، رفع إيده كأنه بيمنعني إني أقرب، بعدين رفع إيديه الاتنين لفوق كأنه بيدعي، وبدأ يعلى عن الأرض، يعلى لفوق شبر، 2 3، كأنه طالع فوق كده في ملايكة. وأنا واقف متسمر في مكاني مش مصدق عقلي هيجن. مولاي الهادي بيعلى لفوق وهو مبتسم لحد ما بيختفي في السماء، وأنا عينيا مش شايفة غير سما والنجوم بتلمع، مفيش أي أثر لمولاي الهادي. والكلام تاني، والكلام أرحم. الهادي هرب زي دنيا زي، ها؟ قول إن الهادي هرب واشتري لنفسك عمر واديني أمل. ما هربش. تبقى قتلته. حاشا لله يا سيدنا، دي معجزة وشفتها بعينيا. أنا مين عشان أقتل مولاي الهادي أو أمسه بأذى؟ أنا هخليك عبرة، أنا هقطعك حتت وأنت حي. لو هرب كنت قلت ده ينجيني من شكوكك وينقذ رقبتي، لكن ما هربش. ولو أذيته يا سيدنا هودي جثته فين؟ أنت بنفسك قلت لنا إن مولاي الهادي إنسان مش زينا، إن الملايكة بتمليه وإن ليه أحوال عظيمة. أنا لحد دلوقتي مذهول، مش مصدق اللي عينيا شافته. وقلت أكيد سيدنا صاحب مفتاح الجنة هو اللي هيفسر لي اللي شفته. مولاي الهادي صعد، طار في السماء، هو حي. هو ده مقامه، هي دي مكانته ودي معجزته.